اللي حصل وانتهى، هل فعلا انتهى؟ في حاجات بنفتكر إنها خلصت بس لسه بتتحكم فينا. مشاعر قديمة، مواقف طفولة، كلمات اتقالت ولسه بتوجع. النهاردة هنعرف إزاي الماضي المدفون بيأثر على قراراتنا، علاقاتنا، وردود فعلنا. كيف يخزن الماضي في العقل الباطن؟ العقل الباطن ما بيعرفش الزمن، يعني الحدث اللي حصل من 10 أو 20 سنة لو مؤلم ومحفوظ جواك هيستدعي نفس رد الفعل كل مرة يحصل فيها شيء مشابه. زي مثلا طفل اتسخر منه في المدرسة، بالغ بيخاف يتكلم قدام الناس، حد اتعرض للهجر في الطفولة بيعيش قلق من الفقد في كل علاقة. وده معناه اللي ما اتحلش بيتكرر. ايه هي أعراض ترفير الماضي المدفون؟ علامات ممكن تلاحظها: رد فعل مبالغ فيه على مواقف بسيطة، حساسية شديدة من كلمات معينة، ميل لاختيارات بتكرر الألم، علاقات مؤذية، نقد ذاتي دائم، خوف غير مبرر من النجاح، القرب أو الفقد. الماضي مش بيختفي لما تنساه، بالعكس بيسيطر أكتر لما تتهرب منه. أهم خطوات للتعامل مع جروح الماضي: أول حاجة الاعتراف. اعترف بوجود تجربة مأثرة فيك لحد دلوقتي. الكتابة، اكتب تفاصيل التجربة بحرية بدون ترتيب أو رقابة. التفريغ العاطفي، اسمح لنفسك تحس، تعيط، تغضب. التحليل، الجملة اللي اتزرعت فيك بسبب التجربة. إعادة التفسير، شوف الموقف بعين الشخص البالغ مش الطفل المجروح. ما ينفعش تغير الماضي لكن تقدر تغير تأثيره. دلوقتي هنعمل تمرين رسائل للطفل الداخلي. تمرين عملي: افتح ورقة جديدة واكتب رسالة لنفسك وانت طفل صغير، قول فيها الكلام اللي كنت محتاج تسمعه، طمنه وافتح له حضن آمن. الطفل اللي جواك مش مات، هو مستني منك كلمة، حضن، أمان. وفي الختام، الماضي مش لازم يكون قيد. لو قررت تحوله لوعي، واجه، عبر، وتحرر. مش لوحدك، وكل خطوة وعي بتفك السجن داخلي. شاركنا، ايه ذكرى حاسس انها لسه مأثرة فيك؟